لونة الشبل 1975 ميلاديا. إعلامية سورية، عملت في التلفزة السورية، ثم في قناة الجزيرة، ثم شغلت منصب مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية العربية السورية منذ 14 تشرين الثاني نوفمبر 2020 حتى وفاتها بحادث سير قيل إنه مدبر. كانت مقربة من الرئيس بشار الأسد. ولادتها وتحصيلها: ولدت لونة بنت عادل بن أسعد الشبل في مدينة السويداء لأسرة من الطائفة الدرزية يوم 25 شعبان 1395 الموافق للأول من سبتمبر أيلول 1975 ميلاديا. درست في كلية الآداب بجامعة دمشق، وحصلت منها على إجازة بكالوريوس في اللغة الفرنسية، ثم على دبلوم في الترجمة الفورية، ثم تابعت دراستها العليا فحصلت على ماجستير في الصحافة والإعلام. عملها الإعلامي: عملت في التلفزة السورية مدة عامين، قدمت من البرامج ما يتعلق بالجولان السوري المحتل، ومنها لن ننساهم وقت من عتمة الاحتلال وقت اللهم فاشهد، إضافة إلى البرامج الحوارية الرئيسة. في 3 أغسطس آب 2003 بدأت عملها في قناة الجزيرة بقطر، مذيعة أخبار ومقدمة برامج، فقدمت برنامج للنساء فقط، إضافة إلى نشرات الأخبار وبرامج حوارية، منها برامج ومقابلات مهمة كلقائها بوزير الخارجية الإيراني الذي أثار ضجة إعلامية حينئذ لحساستنا للتصريحات التي استطاعت أن تنتزعها منه، وقدمت بثنخام بشرا عند وفتنا للرئيس ياسر عرفات، وبالفاتيكان يوحنا بولس الثاني، وأمير لكويت جابر الأحمد الصبح، ورئيس الإمارات زايد بن سلطان آل نهيان، وتفجيرات طاب، ونقلة على الهواء مبشرة أحدث حرب إسرائيل على لبنان في تموز 2006، وحوادث اغتيال بعض المسؤولين اللبنانيين مثل بيار أمين الجميل وجورج حاوي وجبران تويني، ونقلت على الهواء أيضا حدث إعدام صدام حسين، وقبله معظم جلسات محاكمته، وغيرها الكثير من المتابعات الإخبارية المباشرة. أدت مهمات إعلامية خاصة، منها في السودان لنقل أخبار القمة العربية، وفي ختامها أجرت لقاء خاصا على الهواء مباشرة مع رئيس عمر البشير. وفي تركيا كانت ضمن فريق برنامج عين على تركيا، واستمرت في تقديم البرامج مع إصابتها بحادث سير في عام 2008. في 25 مايو أيار 2010 استقالت لونة الشبل من قناة الجزيرة مع 4 مذيعات أخريات هن اللبنانيات جمانة نمور واللينا زهر الدين وجلنار موسى والتونسية نوفر عفلي، فيما نقلت وكالة فرانس بيس عن إحدى المذيعات ال5 المستقيلات قولها إن الاستقالة أتت نتيجة تراكمات 5 أو 6 سنوات، وبسبب سياسة لا تحترم القواعد المهنية، فالموظف لا يعامل حسب مؤهلاتها وخبرتها ولكن حسب مزاجية بعضال مسؤولين، ولما يتضح للسبب بعد. ثم أطلت على قناة الدنيا السورية ووجهت اتهامات لقناة الجزيرة بخيانة الأمانة الصحفية. عملها السياسي: مع بدء الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري عام 2011 تولت الشبل منصب المستشارة الإعلامية ورئيسة مكتب الإعلام والتواصل في رئاسة الجمهورية. وعلى مدار سنوات كانت الشبل من بين الدائرة الضيقة المحيطة بالأسد ومواكبة للقاءاته واجتماعاته ورحلاته المحدودة إلى الخارج. وظهرت عضواً في الوفد الممثل للنظام السوري المشارك في مؤتمر نيف شرطة 2 في يناير كانون الثاني 2014.
وأثارت الجدل يومئذ بابتسامتها عند إلقاء وزير الخارجية وليد المعلم كلمته على الرغم من جدية الموقف. في نوفمبر تشرين الثاني 2020 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قراراً بتعيينها مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية. في عام 2020 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصيات بارزة في النظام السوري، بينها لونة الشبل، وأعلنت الوزارة حينئذ أن الشبل كان لها دور بارز في تطوير الخطاب الزائف للرئيس الأسد الذي يدعي أنه يسيطر على البلاد وأن للشعب السوري يزدهر تحت قيادته. ووفقا لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، ساعدت الشبل في صياغة الصورة العامة لنظام الأسد باعتبارها المسؤول الإعلامي الحكومي الأرفع شأناً، وتخضع لعقوبات أمريكية وبريطانية منذ سنوات. وجاء في بيان للخارجية البريطانية: لونين للشبل عضو برزفي دائرة الأسد الداخلية، وبصفتها مستشارا إعلامية للرئيس، فهي تدعم النظام السوري الذي يعتمد على التضليل ونقص حرية الإعلام لقمع السكان المدنيين. في يوم السبت 4 يونيو حزيران 2022 افتتحت لونة الشبل مطعما فاخرا في حي المزة بدمشق باسم ناشكراي، ناشكرا باللغة الروسية وتعني بالعربية بلدنا، ويديره طباخان روسيان هما أنطون أوراليك وأيغور كوروتشينكوف، ولمطعم مختص بالمأكولات الروسية، ويقدم أطباقا غربية بهضة الثمن، ويسعى إلى أخذ زوارها منال الطبقة المخملية في جولة ليعيش والتجربة الروسية بكل تفاصيلها التاريخية والفنية والتراثية. قد لقي المطعم انتقادا شديدا من مأيدي النظام السوري قبل معارضيه لما يعيشها السوريون من ظروف اقتصادية قاهرة، ولأن صاحبة المطعم الشبل من المنادين دائما بضرورة صمود الشعب السوري وصبره على الظروف المعيشية الصعبة. أشارت أخبار إعلامية إلى وجود خلافات بين الشبل والمستشارة الأخرى لرئيس النظام السوري الدكتورة بثينة شعبان، وبينها وبين زوجة الأسد أسماء الأخرس. حياتها الخاصة: تزوجها الإعلامي اللبناني الأصل الفرنسي الجنسية سامي كليبي عام 2008 الذي كان مذيعا في قناة الجزيرة أيضا قبل أن يستقيل وينتقل إلى قناة الميادين. وبعد انفصالها عنه تزوجها رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا السابق وعضو مجلس الشعب الدكتورة لمهندس عمار ساعاتي عام 2016. وفاتها في يوم الثلاثاء 2 تموز يوليو 2024. صرح المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية السورية لوكالة سانا أن لونة الشبل تعرضت لحادث سير على إحدى الطرق في منطقة يعفور بريف دمشق الغربي عصر ذلك اليوم. وأضاف المكتب أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، فتعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابتها إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق مشفى الشامي ليتبين حصول نزف في الرأس استدعى إدخالها العناية لمشددة لتلقي العلاج. وفي مساء يوم الجمعة 29 من ذي الحجة 1445 هاء الموافق 5 يوليو تموز 2024 ميلاديا أعلنت رئاسة الجمهورية السورية وفاتها، وشيع جثمانها في يوم السبت 6 يوليو تموز إلى مثواه الأخير في مقبرة الدحداح بدمشق بعد الصلاة عليه في مسجد عبد الرحمن الصديق بشارع بغداد. ولم تشهد جنازتها حضورا رسميا ولا اهتماما إعلاميا حكوميا. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سيارة صدمت سيارة لونة الشبل، ما أدى إلى خروجها عن الطريق، ثم اعتقلت قوات النظام سائق السيارة،
واقتادته إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معه. وأشارت مصادر إلى أن حادث الشبل مدبر، وأتى بعد أسبوع من اعتقال المخابرات لشقيقها العميد ملهم الشبل بتهمة التواصل مع جهة معادية لسوريا، قد تكون الولايات المتحدة أو إسرائيل أو كليهما، بعد حادثة استهداف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق. وتوقيف زوجها عمار ساعات عضو القيادة المركزية السابق لحزب البعث الحاكم ومنعه من السفر. وذكرت بعض أطياف المعارضة السورية أن الحرس الثوري الإيراني أطلق في سوريا حملة استهدفت شبكات تجسس، ومن بين أفرادها لونة الشبل وأخوها الضابط النافذ في جيش النظام السوري ملهم الشبل. جنازة لونن الشبل. خلافات عائلية وغياب للورود الرسمية. شيعت لونن الشبل المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد إلى مثواها الأخير في مقبرة الدحداح في العاصمة دمشق في غياب أي مشاركة لشخصية رسمية. وكشفت وسائل إعلام سورية أن عائلة الشبل رفضت دفنها في مسقط رأسها في قرية عربريف السويداء الغربي بسبب خلافات معها، كما لم ترسل الرئاسة السورية الورود كما تجري العادة في مثل هذه المناسبات الرسمية. ولم يبث التلفزيون السوري الرسمي لقطات لجنازة الشبل، على عكس العادة لدى وفاة مسؤولين ومقربين من الحكومة. وكانت صفحات مقربة من الحكومة السورية تناقلت ورقة نعوة للشبل، مع تحديد مدة العزاء بساعتين فقط واليوم واحد، ودون تحديد ما إذا كان التشييع سيكون بموكب رسمي على غرار الإجراءات المتبعة عند وفاة مسؤولين على رأس عملهم، أو سجاري دون مراسم رسمية. وأوضحت مصادر أن الشبل كانت على خلاف مع عائلتها، لا سيما وأن والدها العميد المتقاعد عادل أسعد الشبل كان قد تبرأ منها قبل وفاته، وبناء على ذلك رفضت العائلة دفنها في القرية أو إقامة مجلس عزاء لها. وعن أسباب خلاف الشبل مع عائلتها، أوضحت المصادر أنه بعد الأحداث في سوريا في مارس آذار 2011 شارك شقيقها من أبيها أسعد الشبل في المظاهرات المناهضة للرئيس السوري، فوجهت لونا إليه تهديدات ما دفع العائلة إلى التبرؤ منها. وتوفيت الشبل الجمعة بعد يومين من إصابتها بنزيف دماغي إثر تعرضها لحادث سير مروع، وسط حديث عن أن الحادث مدبر. وأفيد بأن سيارة مصفحة صدمت سيارة الشبل على أوتوستراد دمشق يعفور، ما أدى إلى إصابتها بنزيف دماغي حاد.